السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ رجعنا لكم بمقطع جديد. مقطعنا هذا اليوم مثل ما قرأتم عنوان المقطع استعراض كامل للتحديث الجديد. بس قبل ما نبدأ لا تقصروا معي بضغطكم زر اللايك والاشتراك وتفعيلوا زر الجرس. اتمنى ما تقصروا معي. حاليا ما احب اني اطول في الكلام، خلينا نبدأ المقطع على طول يا حبيبي. طيب بسم الله، خلينا نبدأ بداية يا شباب. من الموقع الاصفر حاليا اضافوا معنا 3 سيارات، من الموقع الاحمر وموقع ليجندري سبورت اضافوا الينا سيارتين، اما الودي هذه موجودة معنا من قبل. طيب شباب، اما بالنسبة للملابس ما ضافوا معنا ملابس الا ملابس الكريسماس، وهم اللبسين. اللبس الاول هذا اللي هو امامكم، واللبس الثاني كمان هذا اللي هو شكل مثل شكل الغزال، وكمان معنا اللبس هذه او الفانيلة هذه. صراحة هي مو موجودة، بس احتمال تكون خاصة بمهمات او شيء، راح نعرف ان شاء الله في الاوقات القادمة. طيب شباب، حاليا كمان تقدر انك تشوف ظلك. كيف تقدر تشوف ظلك؟ مثل ما انتم ملاحظين امامكم هذه الزقاقة ما في اي احد فيها. حاليا لو تبي تشوف شكلك تمام، ابيك تفتح الستارت، بعدين تروح خيار السيتنج، تنزل نفس هذا الخيار، بعدين تروح لاول خيار تضغط سهم يمين الى ما تحصل نفس هذا الخيار. بعدين زي ما تشوفون يا شباب هذا الفرانكلين تقدر انك تشوفه بشكل طبيعي. حاليا شباب اضافوا معنا جهات اتصال او طريقة لاخفاء جهات الاتصال موجودة. مثل ما انتم يا شباب ملاحظين حاليا عندي جهات اتصال كثيرة، او اي شخص عنده جهات اتصال كثيرة. كيف تخفي وتخلي جهات الاتصال اللي انت تبيها؟ ابي تفتح الترتيبات، بعدين تروح خيار انفنتوري، بعدين تنزل لي نفس هذا الخيار. بعدين حاليا تقدر تخفيه او تخلي الاشخاص اللي انت تبيهم وهو الاشخاص اللي انت ما تبيهم. فانا عن نفسي راح اخلي ليستر، واخلي الميكانيكي ومورش اللي يصلح السيارات. وانت تبي تقدر تخلي اي سيارة، اذا تبي تطلب الماء تخليهم، او اذا ما تبي خلاص انت حر. هذا شيء راجع. هذه الحركة يا شباب تقريبا هي افضل حركة اضافت في التحديث الجديد. ليه؟ عشان اذا ما تقص تضيع وقتك على ما تحصل الاشخاص اللي انت تبي تتصل لهم، عشان حركة بشكل سريع. فبس هذه تقريبا جميع الاضافات، باقي بس اضافة اخيرة واللي الشوز هذا. اكرمكم الله جميعا. من هنا نقدر نقول شباب وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى المقطع عجبكم، لا تقصروا معي ضغطكم زر اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. كان معكم اخوكم ياسر، انتظرونا في جديد. في امان الله او مع السلامة.